أهلا بيكم في قصة جديدة من يوميات تيتا أمال والعيال والجواز علمني. النهاردة مستر فايبس سعيد جدا، فرحان بخبر استناه بقاله كتير، والعيلة كلها الفرحة مش سايعاها بما فيهم تيتا أمال للخبر اللي مستنيينه بقالهم ياما. لو انت أول مرة تتابعنا سبسكرايب للقناة، ولو بتتابعنا باستمرار دعمك باللايك والشير والتعليقات ورأيك الجميل. النهاردة خالته أمل راجعة من السفر مع جوزها وبنتها حور. تيتا أمال في المطبخ مع بسمة بيجهزوا الغدا. تيتا أمال بتقول لبسمة فاضل قد إيه يا بنتي؟ أمل وجوزها على وشك يوصلوا خلاص. فبسمة بترد عليها وبتقول لها تمام، مسافة السكة أول ما يوصلوا كله هيبقى جاهز على الأكل. وتوصل خالته أمل وجوزها وبنتهم حور وتستقبلهم العيلة بالأحضان. تيتا أمال وبسمة يحطوا الأكل علشان يقعدوا ياكلوا. بعدين خالته أمل تبص لحور تلاقيها طول الوقت ماسكة الموبايل مش بتاكل. تبص لها وتقول لها سيبي الموبايل يا حور من ايدك وكلي. حور بتعند وما تسيبش الموبايل. بعدين خالته أمل تبص لها وتزعق لها، فحور تتضايق وتزعل وتسيب الموبايل. تيتا أمال من بعيد بتتابع النقاش اللي بيحصل ما بين خالته أمل وحور، بس وهي ساكتة ما بتعلقش. تيتا أمال حست إن الجو مكهرب شوية، فبعد ما قاموا من على الغدا تيتا أمال قامت تقطع شوية بطيخ وتصب شوية شاي. بعدين العيلة اتجمعت علشان تيتا أمال تتكلم معاهم في موضوع مهم جدا. تيتا أمال كانت بتقول لهم العيال زمان كانوا بيجروا ورا بعض في الشارع، دلوقتي بيجروا ورا شاشات صغيرة ماسكين تليفوناتهم طول اليوم، مش مركزين في اللي حواليهم. الشاشات الصغيرة سحبتهم من اللعب، من الكلام، من ان هم يعبروا عن نفسهم، من حضن اهاليهم. انا شفت اطفال اتأخروا في الكلام واحتاجوا دكاترة تخاطب، واطفال بقوا يعيطوا لما الموبايل يبعد عنهم ويعندوا ويتنرفزوا، بس عمرهم ما عيطوا لما حضن امهم بعد عنهم، وده اللي وجعني. لو كل يوم بس ساعة نلعب معاهم، نسمعهم، نخبي التابلت، نحضنهم، هنلاقيهم بيرجعوا لينا حبة حبة قبل ما يضيعوا مننا. وهنا كانت دي الحكاية بتاعتنا النهاردة. بس قبل ما ننهي الحلقة نتكلم مع بعض في شوية حاجات بخصوص تأثير الشاشات على نمو الأطفال. زمان كان الطفل أول ما يعرف يقف على رجله يبدأ يكتشف العالم من حواليه، يمسك التراب، يلمس الزرع، يسمع صوت المية، يجري ورا فراشة. النهاردة أول ما الطفل يعرف يحرك صباعه بنديله التابلت. ممكن الحركة دي تسبب للطفل مشكلتين. أول مشكلة هي تأخر الكلام. كتير من الأمهات بتشتكي إن ابنها عدى 2 سنين ولسه منطقش ولا كلمة، وساعات نعديها ونقول ده لسه صغير، لكن الحقيقة الشاشات مسؤولة بشكل مباشر عن تأخر النطق عند عدد كبير جدا من الأطفال. ليه؟ لأن الكلام بيتعلمه من الناس اللي حواليه مش من الأجهزة. الطفل محتاج يسمع صوتك، يقلد تعبيرك، يرد عليك. الفيديوهات حتى لو بتتكلم بالعربي هي مش حوار، دي مونولوج مش ديالوج، يعني حوار فردي مش حوار ثنائي أو جماعي. حتى علماء التخاطب بيأكدوا على فكرة إننا نقول الكلام مضبوط علشان الطفل يلقط مننا صح. يعني ما نقولش انبوه، نقول اشرب مية، ما نقولش مم، نقول يلا ناكل. تاني مشكلة الفقر البيئي. لما الطفل يعيش في شاشة بدل ما يعيش في الدنيا. الطفل اللي بيقعد قدام شاشة طول اليوم بيفقد حاجة اسمها البيئة الغنية، وده مش معناه فلوس، ده معناه تراب، زرع، ألعاب، خشب، ناس حواليه، حركة، طاقة، يعرف الحاجات اللي حواليه. ده بيبقى اسمه التغذية الحسية.
sensory nutrition. ولما الطفل يعيش في بيئة فقيرة حسيا، مجرد شاشة، بيتكون مخه بشكل ناقص. حتى لو أكله كويس، تربيته ناقصة، لأنه بيفتقد التغذية الحسية من البيئة اللي حواليه. الموبايل مش وحش، بس لما يبقى هو المربي الأساسي هنلاقي طفل متأخر في الكلام، مش بيحس، مش بيتكلم، مش بيلعب. وده أخطر فقر ممكن يعدي على البيت. فقر في التواصل، فقر في المشاعر، فقر في الحياة. كل يوم شيل التابلت من إيده واديه إيدك علشان يتعلم يحس قبل ما يتكلم، ويتكلم قبل ما يفوت الوقت. طيب لو أنا عايز أمشي على خطوات عملية أعمل إيه؟ أحدد وقت الشاشة بالنسبة للطفل. يعني لو الطفل أقل من 2 سنين ممنوع الشاشات تماما. لو من 2 ل5 سنين الحد الأقصى هو 60 دقيقة باليوم، وحاول أقسمهم له على مدار اليوم، وتكون المتابعة من أحد الأبوين علشان تبقى متابعة جادة. استخدم مؤقت يومي وامشي عليه علشان الطفل يتعود مع الوقت ان الشاشة ليها وقت معين في يومه، مش طول اليوم. الهدف هو التنظيم مش الحرمان، وما يحسش ان الموبايل عدو، ولا يحس ان احنا بنعند معاه. ان احنا نستبدل الفيديوهات بالحكي، نحكي له قصة، نمسك ايديه، يسمع صوتنا بدل ما يسمع القصة من كرتون. استخدم العرايس، استخدم الايموشن، تعبيرات الوش. كل ده بيخلي الطفل يشوف الفم وهو بيتحرك، يتعلم النطق، يقلد الكلام. بيتعلموا الطفل من ناس حقيقية، مش من فيديو انيميتد على تابلت. اعمل جلسات تفاعل حسي مع الطفل، استخدم الرملة، المية، العجين، الصلصال، الالوان. الطفل يلمس، يشم، يدوق، يسمع. كل ده غذاء حسي بيبرمج مخ الطفل بشكل إيجابي. اللعب بيبقى فيه لغة، يعني تعليم أسماء. فين الكورة؟ دي عربية، لونها إيه؟ غني معاه أغاني بسيطة، حط فيها أعضاء للجسم، راس، كتف، ركبة، رجل. خليه يرد بكلمة حتى لو مش واضحة، المهم تسمع صوت طفلك. أعمل معاه نشاط حركي يومياً، أخرجه بره البيت، يجري، يركب عجلة لما يكبر شوية. البيئة اللي حواليه بتحفز نموه أكتر من الفيديو اللي هو مسجون قدامه في شاشة. أتحكم طبعا في المحتوى اللي بيظهر له على الشاشة، أنظم المشاهدة، أمسح الفيديوهات اللي بيبقى فيها صور سريعة أو أصوات عالية أو ألوان فاقعة، علشان ما نميش شعور العنف أو شعور العدوان جواه. لو هيتفرج أختار له محتوى بطيء هادي، شخصيات بتتكلم بوضوح. كل يوم لازم أفعل جلسة تواصل يومية، ولو حتى ربع ساعة من دون موبايلات. حتى أنا ممسكش الموبايل وأنا قاعد معاه، أقعد مع طفلي، أمسك إيده، أحكي له عن يومي، أخليه يحكي لي عن يومه حتى ولو بالإشارة، من غير تليفونات ولا تلفزيون ولا تشتت. الهدف إن الطفل يحس إنك موجود معاه، مش بس قاعد جنبه. لو عايز ابنك يتكلم، اتكلم معاه. لو عايز يحس، المسه. لو عايزه يشوف العالم، ما تحبسهوش في شاشة. حرر ابنك أو بنتك من سجن الشاشات. بس دي كانت حلقتنا النهاردة، تابعونا الحلقة الجاية إن شاء الله. سلام عليكم.